سبحان الله. اذكر قصه يا جماعه، الانسان لازم يكون فعلا حريص على صلاه الجماعه. اذكر قصه ذكرها لي اخ فاضل، يعني نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا، والعهده على الراوي. بيقول لي ان، وانتبه القصه دي انا قلتها لكم قبل كده في المعادي، بيقول لي ان كان في بعض الشباب في دوله من دول الخليج مسافرين من مكان لمكان، المسافه حوالي 3000 كيلو. فطبعا في السكه ايه يعني لازم يروحوا كده ينزلوا في فندق يستريحوا كده يباتوا ليله واخد بالك ويكملوا. طيب جم ينزلوا في فندق، فكان الكلام ده جه وقت صلاه ايه المغرب. خد بالك ركز معايا في الحته دي. جه وقت صلاه ايه المغرب، عايزين يصلوا، فدخلوا الريسبشن ودفعوا الفلوس وظبطوا الامور كده وخدوا مفاتيح الغرف، ولسه طالعين هيسالوا الراجل عن المصلى بتاع الفندق، فجاه لقوا مكان قدامهم كده ايه داخل لجوه كده زي المحراب، ومرسوم عليه صوره القبله، وقدامه قطعه موكيت كبيره ومساحه فاضيه. قالوا بس يبقى هو ده المصلى. فدخلوا الاخ متوضين يا جماعه، قالوا متوضين يلا نصلي. اخ منهم اقام الصلاه، والامام دخل فين عشان المكان ورا كان بسيط كده، راح داخل فين في التجويف اللي جوه ده. الله اكبر، كله كبر وراه، قرأ الفاتحه وقرأ سوره، ثم بعد ذلك ايه ركع. بعد ما ركع طول قوي في الركوع. الجماعه اللي وراه هو اخونا مش هيخلص ولا ايه؟ هي ايه الحكايه؟ نسي نفسه ولا ايه؟ واخد بالك؟ عمالين يستنوا انه يقوم، مش عايز يقوم، يقوم مش عايز يقوم، لحد ما واحد راح جامز اللي جنبه، فاللي جنبه راح باصص، الله ده الامام اتسرق، مفيش امام. والله مش لاقيين امام، ده بجد والله. الامام راح فين؟ ايه حد اتزنق في امام ولا ايه؟ المهم يدوروا على يمين وشمال مش لاقيينه، فقال له قوم انت قوم، قاموا قاومين بعض، في ايه؟ الامام مش موجود. اتاري الحته اللي دخل فيها دي الاسانسير بتاع الفندق. والزراير بتاعته من الجنب وهم مش واخدين بالهم. والفندق عامل نظام حلو انه راسم لك القبله في الاسانسير. ليه؟ عشان لما تطلع اي دور تعرف القبله فين، الاتجاه بتاعها. فهو مش واخد باله، فالامام دخل فركع، فناس طلبوه في الدور الخامس. بيفتحوا باب الاسانسير لا احنا سمع الله ولمن حمده. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم.